الأول نتعرف على المتطلبات. أول حاجة لازم يكون معاك بشكل أكيد موبايل أندرويد. تاني حاجة لازم يكون إصدار الأندرويد الخاص بالموبايل بتاعك الإصدار ال 12. هي دي المتطلبات اللي عايزها منك. خلينا نبدأ في الخطوات. هتحتاج أول حاجة إنك تثبت تطبيق الترمكس. ممكن تنزله بأكتر من طريقة، لكن أنا هنزله عن طريق الجيت هاب. هتلاقي الروابط دي تحت الفيديو. بعد كده تختار اللينك التاني ده وتضغط على تنزيل أو داونلود وهيبدأ ينزل معاك. بعد كده تضغط على تثبيت. بعد كده تضغط على فتح. هيفتح معاك التطبيق بالشكل ده كده. اول حاجه هتعملها هتعمل اي بي تي ابديت علشان تعمل ابديت. بعد كده تاني حاجه هتعمل ابجريد، فانت هتكتب اي بي تي ابجريد بالشكل ده كده. هيقول لك انت عايز تكمل، فانت تقول له واي يس يعني. هيبدا يعمل ابجريد زي ما انت شايف كده. واي برضو. بعد كده واي. واي تاني برضو. واي رابع. واي خامس. بعد كده واي. بالشكل ده كده. كده عمل ابجريد وظبط الدنيا. بعد كده هتعمل اي بي تي ابديت تاني. هتكتب دلوقتي الكوماند ده ترمكس داش سيت اب داش استوراج بالشكل ده كده. بعد كده هتعمل الاو علشان يبدا ينزل. بعد كده هتعمل اي بي تي انستول دبليو جيت عشان تعمل انستول دبليو جيت. بعد كده هتدخل الكوماند ده. بعد كده نغير البرميشن، ندي للفايل ده برميشن الاكسكيوت. وبعد كده هنعمل ران. زي ما انت شايف كده بدأ ينزل معانا. طبعا التثبيت ده هياخد شوية وقت، فانت سيبه براحته خالص لحد ما يخلص. بيسألك دلوقتي انت عايز تحذف ملفات الروت اف اس. احنا مش عايزين نعمل لها ديليت، فاحنا هندخل حرف الان بعد كده انتر. انت بمجرد ما تكتب ان اتش او نت هانتر هيبدأ السي ال اي الخاص بالكالي نت هانتر يشتغل معاك بالشكل ده كده. تمام، وتقدر تعمل اللي انت عايزه. لكن احنا دلوقتي هنعمل اكزit. احنا بقى دلوقتي عايزين نعمل سيت للباسورد. فكل اللي انت هتعمله انك هتكتب ان اتش بعد كده مسافه بعد كده كي اي اكس. بعد كده هيطلب منك هنا زي ما انت شايف كده الباسورد، فانت هتدخل الباسورد. بعد كده تعمل له تاكيد زي ما انت شايف كده. بعد كده هتقول له واي وهتدخل الباسورد تاني. بعد كده تعمل له تاكيد وخليك فاكر الباسورد ده عشان هنستخدمه كمان شويه. دلوقتي كل حاجة تمام، وخلي بالك من البورد ده اللي هو 5901 عشان هنستخدمه كمان شوية. دلوقتي احنا عايزين نحمل بقى نسخة الكالي نت هانتر من الويب سايت الخاص بيهم، وهتلاقي الرابط ده تحت الفيديو. هتيجي هنا وتضغط على داونلود ستور اب. بعد كده تقول له التنزيل على اي حال. بعد كده هيبدأ ينزل. بعد كده تضغط على فتح او اوبن. بعد كده تفتحه عن طريق اداة تثبيت الحزم. بعد كده تضغط على تثبيت هيبدأ يتثبت معاك زي ما انت شايف كده. بعد كده هتضغط على فتح. بعد كده اكتب بس في البحث كده تي اي اكس بالشكل ده كده.
وهتعمل انستول للنت هانتر كي اي اكس. بعد كده تضغط على تثبيت. بعد كده تروح عند الاعدادات وتعمل سماح للتطبيق ده بالشكل ده كده. بعد كده تعمل تثبيت. بعد كده تضغط على فتح. بعد كده سماح. بعد كده هندخل هنا بقى شوية بيانات. أول حاجة البورت بتاعنا هيبقى 5901 اللي كان موجود من شوية في الترمكس. تمام. بعد كده تدخل اليوزر نيم، ممكن تخليه كالي مثلا بالشكل ده. بعد كده تدخل الباسورد اللي احنا كتبناه في الترمكس برضو لما كنا بنثبت النت هانتر. بعد كده تضغط على كونكت زي ما انت شايف كده. وزي ما انتم شايفين نسخة كالي لينوكس فتحت معانا زي اللي موجودة على الكمبيوتر بالظبط. تقدر بقى تفتح التيرمينال وتكتب الأوامر اللي انت عايزها، تعمل دايركتوري، تعمل فايل. أي حاجة كنت بتعملها على الكمبيوتر دلوقتي هتقدر تعملها عن طريق الموبايل الخاص بيك. دلوقتي كل حاجة موجودة عندك على الموبايل، اللي موجود على الكمبيوتر موجود معاك حاليا على الموبايل، وتقدر تشتغل زي كأنك قاعد على لاب أو كمبيوتر بالظبط. ما تنساش المتابعة واللايك. كان معكم ريد اكس دارك.